السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ احلى متابعين، وحشتوني كتير جدا جدا. يا رب تكونوا في صحة جيدة وفي احسن حال، اللهم امين يا رب العالمين. عايزة اقول لكم وحشتوني من الفيديو اللي فات كتير قوي. بحبكم في الله، ما تنسوش الشير واللايك والاشتراك في القناة عشان تكبر بيكم حبايبي. النهاردة كده حبايبي عايزة اتكلم معاكم شوية. احنا عند الطيور، طبعا كلكم عارفين ان انا بعشق الطيور وقعدة الطيور، واتكلمنا مع بعض كده. النهارده بقى قلنا نقعد عند الديك الرومي بتاعنا والروميه كده، والمنظر الجميل التحفه اللي احنا شايفينه منه مع البط دوت. قبل ما نبدا الفيديو بتاعنا عايزه اقول لكم ان احنا فتحنا فرع جديد في الجيزه. بالظبط بالاخص في الطلبيه هرم. فتحنا فرع هناك. ان شاء الله الحمد لله يا رب العالمين، ربنا يكمل على خير يا رب كده، وان شاء الله يكون فتحة خير علينا وعليكم بامر الله يا رب العالمين. الافتتاح هيكون ان شاء الله ليوم الاثنين يا الثلاث. والحمد لله وبفضل الله جت هبه وراحت شافت المحل واتفقت وخلصت كل حاجه، وربنا ييسر لها الحال وييسر لنا الحال جميعا يا رب العالمين. دعواتكم بقى، وما تنسوش تشرفونا في الافتتاح. وهبه نوهت كتير ونزلت الكارت ونزلت الاعلان كذا مره، وده المفاجاه اللي هي كانت بتعلن عنها، وكانت بتقول استنتظروني في مفاجاه في الجيزه. كانت احلى مفاجاه بجد، والحمد لله ربنا ييسر الحال، والموضوع الحمد لله تم على خير. وان شاء الله الاثنين الجاي او الثلاث الجاي بامر الله يا رب العالمين هيكون الفرع بتاعنا، هنحجز فيه اعمار صغيره زي ما انتوا عايزين بقى، كتاكيت بيضه، ساسو، مشعر، جميزه، كتاكيت، اي نوع كتاكيت انتوا عايزينها، اي بط صغير، اعمار صغيره طبعا. عشان اللي هيسأل عن الفراخ العمر 100 يوم البياض، لا ده هيبقى حجزها عند هبه ان شاء الله. اما احنا فاتحين الفروع ديت اعمار صغيره بامر الله رب العالمين. واكيد اللي من هرم وطلبيه هيكون عارف العنوان اللي احنا قلناه دوت، واحنا نزلنا الكارت على الفيسبوك، ونزلنا العنوان بالظبط في الكارت. برضو كل اللي هيشوفه هيبقى عارف المكان بالظبط، وعارف العنوان اللي احنا بنقول عليه ده. بس قلنا ننوه برضو على العنوان، وكل المتابعين اكيد ان شاء الله يشرفونا، وان شاء الله رب العالمين ربنا يجعله فتحة خير علينا، ويكون وش السعادة علينا وعليكم، وانتم معانا ان شاء الله، وبدعواتكم لينا وتشجيعكم لينا، وان انتوا ورانا بامر الله رب العالمين. ربنا الحمد لله سهل لنا الامور، ودعواتكم بقى يكمل على خير، وان شاء الله تشرفونا هناك يا رب، ويكون يا رب فتحة خير للجميع يا رب العالمين. طبعا انا قلت انوه بس كده على المحل دوت وعلى الفرع ده. الرقم في الكارت هبه حطيته ليا، انا اللي هرد، وانا هتابع مع المحل من هنا، عشان هي طبعا شغلها في الشرقيه هناك، فهي برضو هتبقى كل يومين او ثلاثه معايا هنا، وهبقى انا شويه هنا وشويه هنا، هي هتبقى شويه هنا وشويه هناك، وانا هبقى ايه هنا هتابع معاها على طول ان شاء الله رب العالمين. ان شاء الله ربنا يكتب لنا الخير ويكتب لكم الخير يا رب العالمين. وانا اي حد بيتصل برد عليه وبعرفه وبقول له الدنيا ماشيه ازاي، وسامحونا بس في الاول كده لحد الدنيا ما تظبط والامور كلها ان شاء الله تظبط معانا، ونعرف ان احنا بس نظبط امورنا، عشان انتوا عارفين في اول كام يوم كده بتبقى العمليه مش ظابطه قوي، بتبقى الامور ملخبطه كلها مع بعضيها. فان شاء الله رب العالمين ربنا يصلح الحال يا رب ان شاء الله، ونحاول نظبط امورنا وما نزعلش حد مننا، ونرد على الناس كلها، ويا رب نكون عند حسن ظنكم كده يا رب العالمين، ونقدر نقدم لكم كل جديد وكل اللي انتوا عايزينه، ونفيدكم في كل حاجه ان شاء الله. الطيور بتاعتنا ده البط بتاعنا بقى، البط دوت كنت مصوره معاكم فيه، اللي هو البط المسكوفي المخلط بلدي. طبعا بصوا بسم الله ما شاء الله، بس كان في واحده فيها افتراس عندي، فكانوا عمالين بيفترسوا فيها. طبعا عشان انا باكل علف صافي وعلف تسمين، فتقريبا حامي عليهم. يعني انا برضو اكلت فتره كده، قعدت فتره ما كانش عندي عيش ان انا اخلطه، ولا كان عندي حاجه ان انا اخلط بيها، فكنت باكل العلف التسمين الصافي دوت. فعمل ايه اللي هو في واحده جالها افتراس، طبعا انا عزلتها لوحديها، وهم جالهم افتراس وبقى ايه يشدوا ريش واحده. يعني هم ما كانوش بياكلوا فيها، بس كانوا بيشدوا ريشها، اللي هي ريشها بقى كانت بتطلع دم، فكان المنظر عاجبهم فبيتمادوا اكتر معاها، فاللي كل ما يشوفوها قدامهم يا عيني فبيستقوا عليها ويشدوا الريش لحد لما ايه نتف الريش بتاعها، وكانت بخش الاقيها متبهدله دم.
فطبعا انا شلته وحطيت لهم شويه ملح كده في الميه زي ما هبه قالت. نحط لهم شويه ملح في الميه فبيمنع الافتراس دوت، وبيمنع ان هم ايه يفترسوا بعض. طبعا انا عزلتها برضو لوحديها، وجيت حطيت مضاد سموم في الميه، وحطيت شويه ملح من بتاع الاكل العادي ده في الميه. وطبعا انا لما عزلتها بقت احسن الحمد لله. هي كانت في واحده بس مش فيهم كلهم الحمد لله رب العالمين، فهي كانت في واحده بس مش اكتر يعني. فانا عزلتها وهي الحمد لله بدات تفوق شويه، ورجعت حطيت لهم ملح في الميه يوم، ويوم حطيت مضاد سموم. وحاولت ان انا هجيب عيش او دشيش او رده واخلط ليهم برضو، علشان خاطر برضو ما يفترسوش بعض وما يكونش العلف اللي هو بقى التسمين ده حامي عليهم يعني. بصوا بقى الديك الرومي ده انا فرحانه بيه جدا جدا. عايزه انا بمسكه عشان اوريكم حجمه، بس هو شقي وعفريت مش عاوز يبطل اللي هو بقى. بصوا عمال بصوا مش عارفه امسكه اساسا. بس الله ما شاء الله، الله اكبر على حجمه. انا مش قادره اشيله من تقله. طبعا بسم الله الله اكبر عليه. صدره مليان ووراكه وكله اللي هو بصوا شايل لحم من كل حاجه يعني. الله اكبر الله اكبر، ربنا يحميه ويحرسه يا رب العالمين. فقلت اشيله كده واشوفه معاكم. طبعا هو بيبان في الكاميرا ان هو صغير، بس لما تقربي منه وتمسكيه بتلاقيه الوزن تاني خالص غير كده. ففرحانه بيه بصراحه، وفرحانه الحمد لله ان هو يعني وصل للحجم دوت في اقل من يعني بتاع حوالي شهر كده او شهر واسبوع بالظبط. فبسم الله ما شاء الله رب العالمين. دعواتكم ليا بقى ان هو يبدا يكبس والروميه بتاعتنا تبدا تنام. نفسي وامنيه حياتي. فعماله اقول لانها متاخره جامد متاخره جامد قوي قوي، وقلت يمكن سبب تاخيرها ان هي معهاش ديك يكبسها. بس انا جبت الديك وعملت اللي عليا معاها اهو، واديني صابره لحد لما اشوف اخرتها ايه. وربنا يصلح الحال ان شاء الله، وتبدا ترقد تبدا تبيض او تبشر بالبيض كده عشان نعرف نرقدها وناخد منها انتاج رومي بلدي كده كويس جدا. فربنا يصلح الحال يا رب العالمين. بصور لكم الرومي وانا فرحانه بيه يعني. شوفوا ذكر وانتهى فرحانه بيهم جدا. فما بالكم لما ان شاء الله تبدا تبشر بيض وتجيب لنا رومي تاني، هتبقى الفرحه اكبر معاكم. فبدعواتكم ليا ان شاء الله رب العالمين. ربنا يصلح الحال. ده الذكر بتاعي عمال بيعض في الروميه وهي معديه بقى شقي شويه. البط ده بدا وشه احمر كله يا جماعه على وش بيض. بسم الله ما شاء الله. هو كمان الذكر بدا يكبس والنتايه بدا وشها يحمر وتفتح للبيض. هم كده يا دوب عمرهم بالظبط بسم الله ما شاء الله يعني عدوا بتاع 7 شهور كده. فالعمر يعني بسم الله ما شاء الله يعني ربنا يصلح الحال. ونحاول ان احنا ان شاء الله نرقد البط ده. هو كمان لو ركزتوا في وشه البط هتلاقيه وشه احمر جدا بسم الله ما شاء الله، اللي هو خلاص مبشر ان هو يبيض او فاتحه للبيض يعني. فربنا يصلح الحال عشان نرقده هو كمان مع البطيه بتاعتنا، ونحاول ناخد منهم برضو انتاج وكده، ونزود الانتاج بتاعنا لاصحاب الشغل ان شاء الله رب العالمين. كلنا عارفين ان البط دوت بتاع صاحبه الشغل، فعايزين نرقد لها وناخد منها انتاج عشان هي كمان نفرحها يعني. فربنا يصلح الحال يا رب ويديم الخير وان شاء الله رب العالمين. بصوا الفرخه بقى مغلبانه، هيبقى عماله تجيبها يمين وشمال. انا عايزه ادخلهم الاوضه عشان اقفل عليهم بصراحه، علشان الجراج فيه شغل وعمالين يفتحوا ويقفلوا البوابه وانا خايفه عليهم من الكلاب. فقلت كفايه عليهم هم تشمسوا اهو. احنا بقينا خلاص داخلين على العصر هيأذن وانا مطلعاهم من الصبح. كل يوم بنطلعهم كل يوم بنطلعهم من ساعه الظهريه ديت، بنسيبهم كده من الظهر لحد العصر كده في الفتره ديت. فبيجروا بقى في الجراج. فانا خفت من الكلاب وخايفه عليهم، وهبه كمان خافت عليهم. فقلت لها لا طب تعالي بقى نصور عندهم فيديو اهو وندخلهم ونحبسهم اضمن علشان نبقى ضامنين ان هم كده تمام وبعيد عن الكلاب وعن اي حاجه يعني. فربنا يصلح الحال لينا وليكم يا رب العالمين. ده الفيديو بتاعنا، يا رب يكون عجبكم ونال اعجابكم. والسلام عليكم ورحمه الله.